السلام الخوت. اليوم بغيت نهضر لكم من خلال تجربتي في الحياة المتواضعة على هذا الموضوع مهم. بغيت كل واحد يسمع هذا الموضوع هذا كنصيحة صراحة في حياتك. نصيحة اللي غادي من خلال التجربة، من خلال الغربة، من خلال هذاك الشيء. واحد الحاجة غتندم عليها بزاف، غادي تندم عليها، غتندم عليها بزاف. عرفتوا شنو هي الخوت؟ هي الوقت الخوت. الوقت ملي كنقولوا الخوت، الوقت راه هو العمر. راه المشكله اشنو؟ القالب اللي كيطلع معانا صراحه، سمحوا لي غنستخدم هذه العباره هذه. القالب اللي كيطلع معانا هو اننا كنبقى نضيع الوقت، كنقولوا صغير، فهمتي؟ كنقولوا حنا راه صغار، راه اللي بغى يربح راه العام طويل، راه سميتو هذاك، راه الا ما دارش اليوم يدار غدا، الا ما دارش غدا يدار بعد غدا. كتجي تشوف اشنو؟ كتقول اشنو؟ انا عمري 15، شويه كتلقى عمرك 20، شويه كتلقى عمرك 25، شويه كتلقى عمرك 30، شويه 35، شويه 40. كتقول انا ناري انا اش درت في حياتي؟ شنو هما سميتو داك؟ اش درت؟ شنو الانتاج؟ شنو هي الانجازات ديالي؟ شنو الانجازات ديالي في هذه الحياه؟ اش درت في هذه الحياه؟ كتلقى راسك ما درتي والو. عرفتي الخوت اش كيوقع لك؟ كتظلام عليك الدنيا بمعنى الكلمه. كتلقى الدنيا صافي ظلامت عليك، كتلقى راسك ما درتي والو. ما سميت، ما انت فهمتي باغ اكزومبل انك خدمتي، ما انك سميت داك جمعتي فلوس، شريتي دار، ما انك درتي شي بروجي، ما انك قريتي، ما سميتو. كتلقى حياتك دازت وما درتي والو. وكتجي تشوف الناس اللي كان في العمر ديالك، كتلقاه تبارك الله هذا خدام، هذا عنده مشروع، هذا مدارك بحال هكا، هذا عنده هنا. راه المشكله عندنا هنا في المغرب، عرفتي شنو الخوت؟ راه خاصك تطلع من المغرب. راه ملي كتطلع من المغرب راك تبدل عقليتك 180 درجه. عرفتي شنو عقليتنا حنا في المغرب؟ كنتكلم على لا بليبار. عقليتنا حنا في المغرب شنو هي؟ هو الضحك، نشاط. فكتقول الدوله ما دارت لينا والو، ونعاس، فوقت الجوج ثلاثه. فهمتي؟ عندنا واحد العقليه في المغرب، غير اليوتيوب، غير الانتقاد، غير بنادم عزيز عليه داكشي ديال الخوا الخاوي، الضحك والنشاط اوكي. على عكس الدول الاخرى. ملي دابا طلعنا حنا وتغربنا، كتجريب ديال واحد مغترب، كتطلع كتقول يا ربي هذا العام هذا جرت فيه، هذا العام هذا شنو، هذا العام هذا جرت فيه، هذا العام هذا جرت فيه. كتولي تبان لك الانجازات اللي انت اللي درتيها في المغرب، الناس اللي كيتمناو في المغرب، كتبان لك انت والو. باغ اكزومبل كتبان لك دار خدينا انا شخصيا الحمد لله خدينا دار بثمن غالي، الحمد لله الطوموبيل، الحمد لله فلوس في البنك، الحمد لله. ولكن دابا عمري 35 عام كنقول انا ما درت حتى زبله، ما درت حتى زفته، ما درت والو. راه ما درت والو في حياتي. او العمر 35 عام وانا باقي ما درت صراحه حتى حاجه في المغرب. راه باغ اكزومبل نقول لك حتى خدمتي، راه كتخدم 25 عام من عمرك وانت كتخلص في طريطه ولا ما عرفتش بالفرنسي، سميتو داك، كتبقى تخلص فيها 25 عام وكتموت وخلصتيها ولا مازال ما خلصتيهاش. راه المشكله شنو هي؟ المشكله بنادم ما كيستغلش الوقت ديالو. راه انا واحد منهم، فهمتي؟ انا الواحد منهم، ولكن داكشي نساب، هادشي راه نسبه وتناسب. راه الاخوه الكرام، راه خصكم تعرفوا واحد القضيه. راه بالنسبه حنا المغاربه بصفه عامه نقول لك اوكي فرانشمون، المغاربه حنا راه عطانا الله واحد الذكاء، عطانا الله واحد القوه ديال الشخصيه، عطانا الله بزاف ديال الحوايج اللي اش نقول لك اللي مكايناش عند الناس اخرين. ولكن المشكله هو اننا ما كنستغلوا، فهمتي؟ ما كنستغلوش الوقت ديالنا، كندوها في الخوا الخاوي. كاينين الدراري، كاين دريات تبارك الله عليهم مشاو بعيد غير في المغرب. راه المشكله والقضيه ديال ان تضييع الوقت راه غادي تندم عليه. سواء كنتكلموا هنا على الدنيا، سواء كنتكلموا على الاخره. الاخوه الكرام ما نبقاش ربطوا بس غير الدنيا، حتى الاخره. الاخوه الكرام راه غندموا على بزاف ديال الحوايج، على الصلاه ما صليناش، على اوكي بزاف ديال الحوايج. حتى ولو انك تكون متقي الله غادي تندم ان الوقت اللي ضيعتيه وما ما ذكرتيش فيه الله ولا هذا.
اخوي الكرام المساله ديال الوقت. شوفوا انا علاش غندير هذا الفيديو، غندير فيديوهات اخرين، كنت واحد المحتوى كنت غندير فيه اغاني، كنت غندير فيه داكشي، ولكن قلت لا فهمتي الواحد راه غيجي واحد النهار راه غادي يموت، خاص يخلي على الاقل واحد الاثر طيب. الا غير 5 سمعوا لهذا الفيديو او باغ اكزومبل وتحركت فيهم شي حاجه، اوكي تحركت فيهم شي حاجه، صراحه كنحس نفسي ان راه حققت واحد الانجاز. الاخوه الكرام شوفوا حاولوا تحطوا واحد السيستم، واحد البرنامج ديالكم في الحياه ومشيو عليه، فهمتي؟ ما تبقاش تضيع الوقت، ما تبقاش غير تلوم. والاخوه الكرام راه ثقافه اللوم اللي عندنا في المغرب وثقافه الانتقاد، راه عندنا الثقافه هذه راه ديستراكتيف بالانجليزي، مدمره. عندنا احنا ما عندناش واحد الحاجه اللي كنسميوها الكونستراكتيف كريتيسيزم، النقد البناء. عندنا احنا الديستراكتيف كريتيسيزم، النقد المدمر. الخوت حاولوا كيفاش، حاولوا انكم سميتو داك استغلوا الوقت احسن استغلال، وما نطولش عليكم في هذا الفيديو. ومن حاولوا بداو من دابا حاولوا تبداو. يلا الخوت السلام عليكم، تهلاو في راسكم، سلام.